بعد ساعات قليلة من يوم الجمعة سيصدر الحكم من محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعت من طرف جنوب إفريقيا ضد الكيان الغاشم بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد إخوتنا في فلسطين. بدأت هذه القضية بعد مرور 100 يوم من الحرب القذرة ضد الفلسطينيين. في 29 ديسمبر 2023 هزت جنوب إفريقيا على عاتقها هذا الملف وقدمته لمحكمة العدل الدولية. هذا الملف يحتوي على 84 صفحة فيها العديد من الأدلة والبراهين والحجج التي تثبت تورط الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. هذه الدعوة القضائية المرفوعة من طرف جنوب إفريقيا هي تستند إلى الاتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الاتفاقية التي وقع عليها معظم دول العالم حتى الكيان الصهيوني، يعني أن الكيان الصهيوني مجبر على الالتزام بمخرجات محكمة العدل الدولية. هو صح يعني راح يلتزم بالقرارات محكمة العدل الدولية، يعني تخليها الأمريكان. احنا على بالنا باللي الكيان الصهيوني هو البنت المدللة لأمريكا، يعني الأمريكان تقدر دير أي حاجة باش ما تقاسش مصالح الكيان الصهيوني. معليش، هذه الحاجة مهمة بزاف، خلاص تقدر تزيد ضغط كبير على الكيان الصهيوني باش يدخل المطالب اللي تقدمها المقاومة في فلسطين. وكي قدمت جنوب إفريقيا هذا الملف الثقيل ضد الكيان الصهيوني برزت واحد الحاجة هي مرافعة رجال القانون لجنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني. مرافعات خيالية، مرافعات شجاعة جدا. كانت أولا من وزير العدل لجنوب إفريقيا هذا السيد إنز، قوة ما شاء الله قوة. ثم الدكتورة عادلة هاشم. هذه الدكتورة عادلة هاشم هي ضمن فريق الدفاع للمقدم من طرف جنوب إفريقيا. هذه الدكتورة قدمت مرافعات قوية جدا وشجاعة جدا، يعني ما شاء الله قوة. عادلة هاشم هذه الله يبارك، برافو. محكمة العدل الدولية كونت لجنة ب 15 قاضي. 15 قاضي راح يشوف في القضية ولا في الملفات المقدمة من طرف جنوب إفريقيا والملفات المقدمة من طرف الكيان الصهيوني، وراح يفصل فيها بعد ساعات كما قلنا. هذا القرار مهما كان هو أكيد راح يأثر على الكيان الصهيوني، وراح ينحي هذيك الدعاية الزائفة للعالم على أن الكيان الصهيوني هو مظلوم، وراح يبين الحقيقة للمجتمع الدولي لعله ينوض الضمير الدولي وينوض ضمير الشعوب الميتة ويدافعوا على القضية الفلسطينيين وتنتصر القضية الفلسطينية. ولا كما قلنا قبيلة، المهم تقدر هذه القرارات مهما كان نوعها هي راح تأثر على المفاوضات اللي كاين الآن بين المقاومة وبين فلسطين، وإن شاء الله تخدم نقاط القوة للمقاومة لو يدخل الكيان الصهيوني للمطالب المقاومة إن شاء الله. درك جينا لك أنت صديقي المشاهد، أعطيني رأيك لتحت وشوف باللي القرارات اللي راح تصدر من محكمة العدل الدولية وكيفاش راح يتعامل الكيان الصهيوني مع هذه الأحكام مهما كانت، يعني نوع هذه الأحكام كيفاش راح يتعامل معها، لأنه عودنا الكيان الصهيوني دائما يتهرب على مثل هذه القرارات اللي ما تخدموش هو بالدرجة الأولى. شارك معك هذا العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.